زيادة جديدة في أسعار السجائر بالمغرب. عرفت أسعار بعض أنواع السجائر بالمغرب زيادة جديدة بداية أبريل الجاري تراوحت بين درهم واحد ونصف درهم، وحسب مضمون دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة تطبيقا لقرار وزارة الاقتصاد والمالية إدخال تعديلات على قائمة أسعار بيع التبغ المصنع للعموم. فقد ارتفع سعر نوع ماركيز كلاسيك بدرهم واحد مقارنة بشهر يناير الماضي ليصل إلى 31 درهما، كما زاد ثمن مارفيل بنصف درهم ليصل إلى 31.50 درهما مقارنة بالشهر ذاته، وارتفع سعر نوع كازا كذلك بنصف درهم ليصل مقارنة بالفترة نفسها إلى 31.50 درهما أيضا. ولم تمس الزيادة أنواعا أخرى وفق المصدر ذاته. وفي شهر يناير المنصرم جلت أسعار بيع السجائر الشعبية ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة باختلاف العلامات التجارية مع حلول السنة الجديدة. وشملت هذه الزيادة أساسا الأصناف الأكثر رواجا واستهلاكا لدى العموم التي ظلت تشهد زيادات سنوية متتالية، وذلك في إطار اتفاق التضريب التدريجي المبرم بين الحكومة وفاعلي قطاع التبغ والمدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022 على أن تنتهي صلاحيته سنة 2026. وبموجب هذه التسعيرة الجديدة بلغ ثمن علبة مالبورو ومالبورو جولد تعود 30.50 درهما، فيما استقر سعر شيستر فيلدريتش وأنتونس عند 29 درهما، كما وصل سعر علبة ال ام وماركيز إلى 30 درهما ومالبورو بيوند إلى 41.5 درهما. وفي السياق ذاته أصبح سعر علبة مالبورو تاتش 34 درهما ومالبورو سوفت 38 درهما وعلبة كاميل 36 درهما وسجائر إلدي 28 درهما، بينما حدد ثمن علبة فورتينا في 29 درهما وكازا ومارفيل في 31 درهما.